عارف ان اغلى جمله بيدفع فيها فلوس في السوفت وير هي مكونه من 3 كلمات؟ دي حاجه بسيطه، وارد تكون سمعت من مديرك او من عميل انت كنت شغال معاه ان العملاء بيشتكوا انه مثلا هم مش قادرين يضيفوا اكتر من موبايل نمبر واحد ومحتاجين يضيفوا واحد كمان. فبكل بساطه يقول لك عايزين نضيف فيلد جديد يكتب فيه رقم موبايل زياده، وغالبا انت بتوافق وبتقول تمام بسيط خلاص مفيش مشكله. وبعدين تكتشف ان التعديل البسيط اللي ما كانش معمول حسابه ده هيكلفك ريفاكتور في مناطق مختلفه كتير، وداتا مايجريشنز وقصص وشغل متواصل لكذا يوم علشان تقدر تحقق الحاجه اللي كانت مطلوبه من غير ما يبقى فيه مشاكل كتير في المستقبل، وتحافظ على ان كل اللي كان شغال يفضل شغال. المشكله ان البيزنس بيبص على الابلكيشن بتاعك ده من اليو اي اللي هو شايفه. يعني انا عندي تكست فيلد بحط فيه رقم التليفون، زود لي واحد كمان، ده كوبي بيست، يعني الموضوع بسيط، مش محتاج ان انت تاخد فيه وقت وقصص ومجهود. لكن في الحقيقه احنا كناس شغالين على الابلكيشن نفسه ما بنبقاش شايفين النظره السطحيه دي، بنبقى شايفين حاجات اعمق ليها علاقه بازاي الابلكيشن ده اتعمل وازاي هو شغال وازاي اقدر اعمل عليه تعديلات في المستقبل. تعال معايا كده ناخد مثال بتغيير رقم التليفون. لو انت باك اند انجينير مثلا وطلب منك التعديل ده، فتخيل معايا ان انت هتعدل في الداتابيز، هتعدل في الكود بيز نفسه، هتعدل في اي بي اي اند بوينت كانت بتستخدم الكود بتاعك علشان تقدر تتعامل كويس مع الرقم التليفوني الجديد اللي انت ضفته. بلس طبعا اي كونسترين كان محطوط على ان مثلا اليوزر ليه كام عدد تليفونات، هل رقم التليفونات دي بتتكرر اكروس كل الناس ولا لا، ممكن حد يسجل رقم تليفون حد تاني كان مسجله. قصص كتير كده هتخش فيها انت ما كنتش عامل فيها اي حساب من البدايه، لما وافقت وقلت هعملها. وهنا بقى بيجي الفرق ما بين الجونيور والسينيور، ان الجونيور اول ما هيجيله الشغلانه دي هيوافق يقول له تمام انا مفيش مشكله، انا هقعد اعمل التعديل. اما بقى السينيور لما بيسمع طلب زي ده فبيحس بوجع في بطنه كده ويبتدي يقعد يفكر، انا مش بعمل تعديل، انا بعمل عمليه جراحيه في ابلكيشن شغال فعلا وعليه ناس موجوده، واقل غلطه ممكن تسبب كارثه ضخمه. طيب ايه الحل؟ الحل هو انك تترجم التكنيكال كومبلكسيتي لوقت وفلوس يعرف الشخص بتاع البيزنس يفهمه. فلما مثلا يتقال لك دي بسيطه على مثال زي بتاع رقم التليفون، فانت ترد بهدوء انها فعلا يبان شكلها بسيط من بره، ده معاك حق فعلا واضح، لكن ده هيتطلب تعديلات في شكل كذا وفي كذا وفي كذا وفي النقط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بحيث ما يبقاش فيه بطء في السيستم وما يبقاش فيه مشاكل تحصل خلال الفتره اللي جايه بعد ما نعمل التعديل بتاعنا. وحاول دايما وانت بترد انك تحط اختيارات. انت عندك كذا اوبشن، وليكن مثلا اوبشن حل نضيف هياخد وقت، اوبشن حل ما هواش نضيف قوي ومش هياخد وقت لكن مثلا هيأثر على السكيلابيلتي بتاعت الابلكيشن في المستقبل. ده هيخليك شويه مش حاسس من جواك انك رفضت الشغلانه بسبب انك مثلا شخص كسول او انت مش عايز تشتغل، لكن هيخلي شكلك الناحيه التانية انك شخص امين خايف على مصلحه المشروع وعارف انت بتعمل ايه كويس. في الاخر الشطاره او الحاجه اللي هتخليك مميز مش انك تبقى بتقول عشان انت بتعرف تعمل كل حاجه، لا، الشطاره هيبقى ان ردك بيوضح التكلفه الحقيقيه للحاجه اللي هتعملها، تكلفه من حيث المجهود، تكلفه من حيث الخسائر اللي ممكن تحصل او المكاسب اللي هتعود علينا لما الحاجه دي تتنفذ وتتعمل. عشان البساطه الحقيقيه هي انك تروح البيت وانت ضامن ان السيستم مش هيقع. وهشوفكم الفيديو الجاي.